لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سق عناء الدنيا وضرر الأخرى أنلت ثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابه لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمخجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك شكوري بلا انتهاء يا من له سيري ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه من أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه موديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، وبكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل ربع رفعة، وبكل ثمن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين سناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طهارة، وبالضاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالهاء هداية، وباللام الألف لقاء، وبالياء يسرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يا آمرا خير الولا بالعذبلة، كما عصمته بها والحسبلة، صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين. وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي، سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالمآل. يا خير منزل وقى بعذبله، وخير منزل حبا ببسمله، صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. كما بك استعاذ من شيطان، ونور القلوب كالأوطان، وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة. وانشر علينا بركات البسملة، ولتغننا عن غزوة بعذبلة. وانشر علينا بركات الفاتحة، واجعل دلاءنا لعذب ماتحة. ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار. وصل سرمدا عليه بسلام، كما إليه قدت أفضل الكلام. ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي. ولتكفنا بعينه كل لعين، وكل ما لم ترضه لي يا معين. ولتكفنا بواوه كل أود، ولتغننا عن جالبات لقود. ولتكفنا بالذال كل ذل، وعن حرام أغننا بحل. ولتغننا بالله عن سواه،
مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وحب لنا بحق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مألفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قدت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم به لا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا ثم غدا لكنما تلصص الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين الناصحين واجعل جميع الناصحين الصادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا خبطة تفضلا فنحظى وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع الصحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء
وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي التعسير يا الله طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله وآفة عاهة مع غصة محن زلزلة شدة والفقر يا الله إهانة قلة مع ذلة غلب وفاقة عطش والجوع يا الله وفتنة والوباء والحرق مع غرق والبرق مع سرق والكد يا الله حر وبرد ونهب كربة نقم ضلالة حرج والغم يا الله وهامة وقطايا ضالة زلل والمسخ والخسف ثم القذف يا الله وغلة مع جنون علة مرض ثم الجذامين والنقصان يا الله ومن قبيحة الدنيا ثم آخرة ومن فضوحهما يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم استوى بالقهر يا الله يا حي يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه عن نكدي ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض والسماء وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قد لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد هب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما عن فهله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكف عنا كذبا ولهوا ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجذب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعة عليه والآل بأفضل سلام وصحبه ومسكن حط يا سلام اللهم تقبل منا الصيام والقيام
واجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بمنك وكرمك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاء آبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين جميعا يا رب العالمين برحمتك وكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر خليفتنا المنتقى واكفه يا ربنا جميع ما يتقى. اللهم احفظه كما حفظت كتابك يا رب العالمين. اللهم كمل آماله وأتمم مشاريعه يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق أئمتنا لهداك واجعل أعمالهم في رضاك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه عز البلاد وصلاح العباد يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك، وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه، وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه. وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم. ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ. حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ. محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل به كلأ. أدعو إله الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برأ. ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغم برئا. رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ. حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ. يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى يا هاديا ردأ. محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.